السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي والتاهل ديالو دور ربع نهائي كاس العرب. صراحه فهو لقاء كان صعيب وصعيب جدا. ابناء السكيتشاوي اكيد فالاغلبيه ديال الجماهير المغربيه فهي ما راضياش على هذا الاداء، لكن حنا كنقولوا هذه اللقاءات تلعب ولا تربح ولا تلعب، لذلك فالنتيجه هي الاهم وهي المهمه. رغم انها اصابه وحيده جات في الدقائق الاولى عن طريق مرتده، ولكن فجل اطوار اللقاء ربما فطارق السكيتي وعرف كيفاش يحد من الخطوره ديال المنتخب السعودي اللي كان متمسك بالكره بمستوى كيف ما كنقولوا نقدر اننا ما راضيينش عليه، ولكن اكثر من اننا بغينا اننا نتاهلوا فربما الغايه تبرر الوسيله كيف ما تنقولوا. فوز بهدف لا صفر مع ضياع ركله جزاء المنتخب السعوديه خلى ان المنتخب الوطني يتاهل متصدر المجموعه، وهذه الصداره غادي تخلينا نلعبوا اللقاء ديال ربع النهائي مع منتخب سوريا، لان منتخب سوريا جا هو في المركز الثاني في المجموعه ديالو، فيما منتخب السعوديه غادي يواجه منتخب فلسطين. اللقاء الاخر ديال المنتخب ديال مجموعه المغرب فهو على فوز فريق عمان، منتخب عمان على منتخب جزر القمر بجوج اهداف لاصابه واحده. هذا اللقاء هذه النتيجه ما بقى عندها حتى شي معنى في ظل فوز المنتخب الوطني المغربي، يعني ان المنتخب الوطني المغربي والمنتخب السعودي يتمكنوا انهم يتاهلوا بجوج رغم انهم كانوا خصوم في لقاء اليوم. طارق السكيتي وخصو الان يراجع الاوراق باش انه يقدم اداء جيد امام المنتخب السوري، لان هذا الاداء ما يمكنش انك تلعب بحال هكا طالت المقابلات. ربما سعفنا اليوم الحظ لان ضيع ركله الجزاء في الدقيقه 60 فهي خلات ان المنتخب الوطني المغربي يبقى متمسك بزمام الامور. فتخيلوا معايا كنت سجلت هذيك الاصابه في الدقيقه 60، يعني غادي نعانيو في طيله نصف ساعه يقدر تسجل لنا الهدف الثاني ونقدروا نبداو نناقشوا في التاهل. هذا منتخب عمان كان رابح بجوج لصفر، يعني كنت ماركاو علينا بيلانتي وبيت واخر بيت واحد اخر، فالمنتخب الوطني المغربي كان يقدر يتقصى. على اي المنتخب الوطني المغربي كيواصل المسار ديالو في هذا الدور المجموعات رغم اننا واحد شويه شدنا الشك، لكن ان لحد الان طارق سكيتي ومازال ما انهزمش، ربح جوج لقاءات وتعادل لقاء واحد. صحيح الاداء يناقش، صحيح هناك لاعبين ما قدموش المطلوب. اليوم طارق سكيتي في اخر لحظات في الدفاع بالمدافعين بزاف، دخل وادني، دخل جوج اظهره ودخل جوج اظهره يمنى وجوج اظهره يسرى، دخل مفيد وبقى بولكسوت ودخل بنتيك وبقى مساوي ودخل كذلك مروان الوادني. فكنظن بانه الطريقه اللي دار طارق السكيتيوي تقول لنا حاجه واحده، ان المدرب كان كيعيش واحد الضغط كبير خصوصا من بعد اللقاء ديال عمان اللي كان كارثي. المنتخب الوطني المغربي الان غادي يلعب ضد سوريا كيف ما تنقولوا في ربع النهائي. الربع النهائي الاخر ما بين السعوديه وفلسطين. كنظن بان اللاعبين خصهم يحاولوا ما امكن انهم يقوموا بلقاءات جيده المقبله، لان الجمهور المنتخب الوطني المغربي فاليوم خرج ما راضيش صراحه رغم الفوز، ولكن كيف ما تنقولوا المنتخب الوطني المغربي عاش واحد الضغط، عاش واحد الايام فيها انتقادات كبيره سواء على اللاعبين وكذلك على المدرب. زيد على ذلك فطرد ديال حمد الله، وكذلك اليوم شفنا عميد حليمات خدا بطاقه صفراء، ربما ثاني غادي تحرموا من اللعب دور الربع. هذه كل عوامل غتخلي طارق السكيتي انه يحاول ما امكن انه يرتب الاوراق ديالو، وكذلك بعض اللاعبين خصهم يعطيونا داكشي اللي كنتسناو منهم، خصوصا لاعب زحزوح اللي كان اليوم تسبب في ركله جزاء لحسن الحظ انها ضاعت. على اي بركاوي اليوم كان في الموعد تمكن من انه يسجل هدف الفوز، هدف غالي، هدف اسكت افواه السعوديين اللي كانوا ربما احتقروا المنتخب الوطني المغربي وكانوا كيتوعدوا المنتخب المغربي بالفوز عليه بنتيجه قويه. اليوم هيفرونا صراحه فتا هو عطى واحد لافونتاج للمغرب، لانه ما دخلش بعض العناصر كسالم الدوسري ككنو، هادو بصراحه لاعبين من الطراز الرفيع ما لعبوش اليوم، وهذا الشيء اللي خلى ان المنتخب السعودي ما تكونش عنده هذيك الفعاليه، لان هاد اللاعبين كيسجلوا بزاف. شفنا ضربه جزاء سددها المهاجم ديالهم حمدان بواحد الغرابه شديده، بغى يدير بارينكا وما كادراش بوطو. على اي هارد لاك للمنتخب السعوديه وديما مغرب فزنا ان شاء الله ونفوزوا في ربع النهائي والنصف النهائي، ولما لا نعودوا باللقب، وهذا الشيء هو اللي غادي من اجله اننا نعودوا باللقب. اخوان كيف ما شفتوا اي لقاء كنديروا ليه فيديو تفاعلي مع نهايه اللقاء، كيف ما كتشوفوا ما كدوش ربع ساعه حتى كتلقاو الفيديو في القناه. كنتمناو انكم تدعموا هذه القناه، تدعموا هذا المحتوى باش نواصلوا المزيد، والى فيديو اخر باذن الله.